السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم كيكة بالشوكولاتة. سهلة وبسيطة، احنا مزوقينها كده زي ما انتم شايفين. بأقل تكاليف خالص، موجودة عندنا في البيت كيكة هشة وطرية. تقدري تحضريها في نص ساعة وتشتغلي بيها على طول. يعني مش هتاخد مننا وقت خالص. أول حاجة زي ما انتم شايفين كده، المقادير بتاعتنا كوباية من الزيت، ويكون زيت كويس عشان طعم الكيكة بتفرق معانا. ومعانا كوباية حليب زي ما انتم شايفين كده، ومعانا كوب سكر، وتقدري تضاعفي كمية السكر حسب الرغبة. ومعانا كوباية من الكاكاو الخام اللي هو بدون سكر. ومعانا 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده، ومعانا 3 كوبايات من الدقيق منخولين كويس جدا. ومعانا 1 فانيليا، ومعانا بيكنج صودا وبيكنج باودر أو الكيك شيف بتاعنا. والبيكنج صودا في الكيك بالشوكولاتة مهم جدا، وطعمه بيفرق. أول حاجة زي ما انتم شايفين كده، معانا الخلاط بتاعنا اللي هنشتغل بيه. ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، ممكن تستخدمي المضرب الكهربي اللي انت حباه. احنا النهاردة هنستخدم الخلاط، يعني مش هنصعب عليكي خالص. معانا كده 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده، هننزل بيهم كده. والبيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يكونش طالع من التلاجة وتشتغلي بيه. ومعانا 2 باكت من الفانيليا كده، هنستخدمهم برضو عشان الزفارة بتاعتنا. ممكن تستخدمي فانيليا سايلة. هنضربهم كده في الخلاط لحد ما لونهم يبقى فاتح جدا، يبقى لونهم ابيض كده فاتح. زي ما انتم شايفين ده لون البيض اللي احنا محتاجينه. وهنحط السكر بتاعنا. لما نحط السكر مع البيض، بيبقى بيدينا يعني قوام كريمي كده، بيبقى حلو جدا. يعني وكل ما تضربيه اكتر، كل ما بيدي قوام كريمي كده، بيبقى يخلي الكيكة بتاعتك هشة وطرية. يعني الضرب في المكونات بيفرق جدا. ومعانا كوباية من الزيت من نباتي. قلنا الزيت كويس جدا، ممكن نستخدم زبدة على زيت او سمنة على زيت، بس الزيت بيبقى خفيف جدا في الكيكة. هنضربه كده لحد ما المكونات كلها يعني ايه تنخفق كده مع بعضها. وبعدين معانا كوباية من اللبن، برضو اللبن ما ينفعش يكون ساقع من التلاجة ونخرجه. ونحطه نستخدم بيه. اللبن لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. هنضرب المكونات كلها كده مع بعضها. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعنا كريمي جدا وابيض فاتح. هناخد كده ال3 كوبايات من الدقيق، هننزل بيهم كلهم. انا عارفة المقدار بتاعي بياخد قد ايه بالمكونات بتاعتي. ومعايا كوباية الكاكاو بتاعتي، ننخلها كويس جدا عشان لو فيها اي تكتلات او حاجة ما تنزلش معانا وتبوظ لنا منظر الكيكة بتاعتنا. هنحط الكاكاو بتاعنا كله كده زي ما انتم شايفين، كاكاو خام بدون سكر عشان احنا حاطين سكر. حابة تحطي كاكاو اللي هو بسكر، يبقى تقللي من كمية السكر بتاعتك. ومعانا الكيس كيك شيف بتاعنا كله هنحطه، يعني هو حوالي فيه معلقة ونص كده كبار. هنحطهم كلهم زي ما انتم شايفين كده. ومعانا البيكنج صودا، هناخد منها حوالي يعني ايه نص معلقة صغيرة كده. ومعانا رشة ملح صغيرة جدا. ممكن تستخدمي في الكيك ده برضو خل، عشان يعني يخلي الكيكة بتاعتك هشة. بس انا الكيكة بتاعتي بتبقى هشة، يعني ايه مش مستاهلة ان انا احط لها خل. هضربهم كده بالمضرب اليدوي بتاعي او المضرب السيليكون، اي حاجة متوفرة عندك، لحد ما القوام بتاعي يبقى مظبوط كده، وما يبقاش فيه كلاكيع ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين انا النهاردة هسويها في الحلة بتاعتي. اذا ممكن تستخدمها في صينية في قالب اي حاجة، بس انا حابة استخدمها في حلة عشان تبقى عالية لفوق كده، مش عايزاها مدورة ومفرودة. هنجيب خلة كده ونطلع الهواء بتاعنا. وبعد كده ندخل على المرحلة التانية، وهي مرحلة صوص الشوكولاتة بتاعنا. معانا كوباية من السكر، ومعانا كوباية من الكاكاو الخام، ومعانا كوباية من الحليب، وكوباية من الزيت. وقلتلكوا طعم الزيت بيفرق، لازم يكون زيت كويس. معانا الخلاط بتاعنا برضو اللي هنستخدم بيه. وزي ما انتم شايفين احنا عملنا الصوص ده معاكم قبل كده. لازم يكون الخلاط كويس عشان يخلي القوام بتاعك تقيل. لو انت الخلاط بتاعك مش بيتقل، ممكن تستخدمي الكبة، ممكن تستخدمي يعني اي نوع كبة عندك، او اي خلاط كويس عشان يتقلك القوام بتاعك. هنضرب كده السكر مع اللبن مع الكاكاو زي ما انتم شايفين جدا، لحد ما السكر يدوب تماما والكاكاو يدوب تماما زي ما انتم شايفين كده. القوام بتاعنا اصلا آه
يعني الكاكاو بتاعِك لازم يكون نوعه كويس جدًا عشان بيفرق في طعم الصوص برضه، الكاكاو كل ما يكون طعمه كويس كل ما يدّيكِ صوص شوكولاتة أحلى. طبعًا هننزل بالزيت بتاعنا سرسوب، سرسوب كده لحد ما القوام بتاع الشوكولاتة بتاعي أو صوص الشوكولاتة بتاعي يتقل، عشان ما ننزلش كده يعني الزيت هيعوم فوق على الوش ومش هينخفق كويس ومش هيتقل معانا. هنشيل بس من فوق كده وننزل سرسوب كده، والخلاط بتاعنا شغال زي ما انتم شايفين كده لحد ما القوام بتاعنا يتقل، واوقف كده زي ما انتم شايفين كده. القوام بتاعي لو تلاحظوا في الخلاط بدأ يتقل جدا جدا، القوام الشوكولاتة بتاعي تقيل كده، انا كنت حطيته في التلاجة كمان فتقل، كل ما تحطيه في التلاجة اكتر كل ما يتقل. هندخل على المرحلة التالتة وهندخل هي مرحلة الكريم شانتيه. احنا هنزوق الكيكة بتاعتنا كده بكريم شانتيه، يعني هي كيكة سهلة وبسيطة بس احنا بنحب ايه نديلها شوية تكات. هنجيب كوباية لبن متلجة زي ما انتم شايفين التلج نازل منها عشان الكريمة بتاعتي تبقى تقيلة وحلوة، ومعانا كيس كريم شانتيه ممكن تستخدمي اللي هو الكريم اللي هو الكريمة اللي هي السايبة عادي اللي هي بدون سكر، وفي الوقت ده هتحط لها سكر بودرة، بس انا بحب استخدم الاكياس فاستخدمت الكيس بتاعي. وهنزل كده بالمضرب الكهرباء على اعلى سرعة وافضل اضرب فيه، وزي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت ما نفضلش نضرب جامد، هما بس يدوب 3 دقايق، عشان لو ضربنا اكتر من كده الكريمة بعد ما تتقل هتفصل منك وهتبقى سايلة منك خالص. زي ما انتم شايفين كده الكريمة بتاعتي بدأت تتقل خالص زي ما انتم شايفين كده. اللبن لازم يكون متلج او المية، لو مش متوفر عندك لبن ممكن تستخدمي مية برضو، يعني اهم حاجة يكون فيها تلج كده زي ما انتم شايفين. هي دي الكريمة بتاعت القوام اللي بالكريمة بتاعت كده عاملة منقار، ولو قلبتها مش هتقع مني. الكيك كده كنت طلعته من التلاجة وقطعته كده زي ما انتم شايفين وهو سخن، عشان انا كنت ايه يعني مستعجلة عليها. فلو انت مش مستعجلة عليها سيبيها تبرد وبعدين قطعيها، مش هتفرول منك كده، هي عادي ما اتقطعتش مني قوي، بس يعني ايه على قد ما اقدر كنت بظبط. معايا معلقه من القهوه سريعه الذوبان ومعايا 3 معالق كده من اللبن، هدوب فيهم القهوه بتاعتي ودي اللي هسقي بيها الكيكه بتاعتي. ده انت لو مش حابه تسقيها تمام، بس هي ايه يعني بتضطر الكيك بتاعك اكتر كده. لو الكيكه سخنه اللبن بتاعك يبقى دافي، لو اللبن بتاعك سخن يبقى الكيكه بتاعتك تبقى دافيه، حاجه فيهم لازم تكون سخن. هنسقيها كده زي ما انتم شايفين الكيكايه بتشربها خالص كده. وبعدين طبعا هنجيب صوص الشوكولاته بتاعنا برضو زي ما انتم شايفين، كل ما يتحط في التلاجة كل ما يتقل اكتر. صوص شوكولاتة اقتصادي جدا وسهل جدا وطعمه ما شاء الله ممتاز جدا. زي ما انتم شايفين هنحط طبقة من صوص الشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده، وهنجيب كيس كريمة بتاعنا كده نحط في قلبه الكريمة ونحط الكريمة كده داير ما يدور زي ما انتم شايفين كده، عشان نظبط الكريمة بتاعتي او شكل الكريمة بتاعتي. وبعدين انا هجيب الاسباتيولا كده واظبطها بيها، يعني مش شرط تظبطي قوي جوه قوي، هو كده كده مش هتبان قوي. وهنجيب الطبقة التانية من الكيك بتاعي زي ما انتم شايفين الكيك بتاعي هش جدا، يعني ممكن تقطعي الجناب بتاعته بس انا ما حبيتش اقطعه. وبعدين حطيت صوص شوكولاته من فوق وحطيت كريمه بيضه كده زي ما انتم شايفين بالقمع بتاعي. ومن جنب كده انا جبت معلقتين من الكريم شانتيه على معلقه كده من الكاكاو وحطيتهم بالجنب كده، بس الحته دي ما كانتش اتصورت. زي ما انتم شايفين الكيكه بتاعتي سهله واقتصاديه جدا وطعمها لذيذ قوي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. الكيك بتاعي اقتصادي جدا، طعمه جميل جدا سهل ولذيذ جدا، ممكن تسيبيها كده وتاكليها مع كوباية شاي مع كوباية نسكافيه من غير ما تزوقيها كده، يعني سهل جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستنونا في فيديوهات تانية كتير ووصفات احلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.